لما يرمين به لأنهن لم يفعلن شيئا يحذرنه أو يخفن منه، وتزداد الكارثة إن كانت مؤمنة. هذا هو القذف لغة واصطلاحا. فما هي أحكام القذف الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من كبائر الذنوب، وجعله مهلكة من السبع المهلكات؟ فقال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فقذف المرأة الشريفة العفيفة كبيرة مهلكة تعرض صاحبها لغضب الله جل وعلا، وللعن الله، وللطرد من رحمته في الدنيا والآخرة. انظر إلى هذا الوعيد الشديد، ومع ذلك ترى كثيرا من الناس يقع في هذه الكبيرة كل يوم من حيث يدري أو لا يدري. ما الذي يترتب على القذف من أحكام؟ إن قذف رجل امرأة عفيفة أو رجلا عفيفا شريفا، يترتب على هذا الرمي بهذه الكبيرة أحكام. الأول أن يجلد القاذف 80 جلدة، والحكم الثاني أن ترد شهادته أبدا، والحكم الثالث أن يصبح القاذف فاسقا ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا من تاب، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. انتبه معي جيدا. أعلم أن الموضوع فقهي جليل، لكن يجب على الأمة أن تقف على هذه الأحكام وأن تعرفها، لا سيما وأنها لا تطرح إلا في القليل النادر من علمائنا ودعاتنا إلى الله جل وعلا، مع خطرها العظيم. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والسؤال الآن: هل لو تاب القاذف إلى الله جل وعلا يرفع عنه حكم الفسق وتقبل شهادته، أم يرفع عنه حكم الفسق وترد شهادته أبدا؟ للعلماء قولان. الأول قاله مالك والشافعي وأحمد: إذا تاب القاذف إلى الله جل وعلا يرفع عنه حكم الفسق وتقبل شهادته، وهذا من رحمة الله جل وعلا، فالتوبة تجب ما قبلها، لكن يبقى عليه حكم الجلد. أما إن تاب إلى الله جل وعلا يرفع عنه حكم الفسق وتقبل شهادته في الناس بعد ذلك. وقال أبو حنيفة والشعبي والضحاك وغيرهم: بل إن تاب القاذف إلى الله جل وعلا يرفع عنه حكم الفسق فقط، ولا تقبل شهادته إلا إن أعلن أمام الناس أنه قذف فلانا وأنه صادق وأنه عفيف، أو قذف فلانة وأنها صادقة عفيفة،
ليرد للمقذوف اعتباره، إن فعل ذلك فقط تقبل شهادته مع رفع حكم الفسق عنه. وفي الحديث الذي رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه بسند صحيح بشواهده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو سيد الأنصار لما نزلت هذه الآية من سورة النور والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون الآية، قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار: يا رسول الله أهكذا أنزلت؟ لا إله إلا الله، أهكذا أنزلت؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار وقال: يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ ألا تسمعون ما يقول سيدكم، أي ما يقول سعد بن عبادة؟ فقال الأنصار: يا رسول الله لا تلم سعد بن عبادة فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة فاجترأ أحد منا على أن يتزوجها من شدة غيرته. أين هؤلاء مما نراه الآن من دياثة مستشرية ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ فقد لا يستحي الزوج أو الرجل أن يمشي إلى جوار امرأته وقد نسيت المرأة أن تلبس ملابسها، ولا يحرك هذا المشهد الفاضح غيرة في قلبه ولا مروءة ولا شهامة ولا رجولة ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا: يا رسول الله لا تلمه فإن سعد بن عبادة رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة فاجترأ واحد منا على أن يتزوجها من شدة غيرته. فالتفت سعد بن عبادة إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي والذي بعثك بالحق إني لأعلم أنها لحق وأنها من عند الله جل وعلا، ولكني تعجبت أني إن وجدت لكاعا يعني امرأته، يقول: تعجبت أني إن وجدت لكاعا يعني يعجب إن وجد امرأته ووجد معها رجلا يفعل الفاحشة عافانا الله وإياكم، يقول: لا أنطلق حتى آتي ب4 شهداء، والله لا آتي بالشهداء إلا وقد قضى هذا حاجته. يعني كيف أترك الرجل يفعل الفاحشة مع المرأة وأنطلق لآتي ب4 شهداء لأثبت أنني رأيت بعيني وسمعت بأذني؟ والله لا أنطلق لآتي بالشهود على هذه الكبيرة الشنيعة إلا وقد قضى الرجل حاجته وانصرف. وفي رواية الصحيحين من حديث ابن عباس قال سعد بن عبادة: والله لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، وليس غير مصفح، لا غير مصفح بالفتح، أي بحد السيف لا بجنبه بل بحد السيف. والله لو وجدت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني، من أجل ذلك حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الله يغار، وغيرة الله صفة لا ينبغي أن تعطل أو أن تؤول أو أن تشبه، فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: أتعجبون من غيرة سعد؟
والله لأنا أغير من سعد. رسول الله أغير رجل في الأمة، بل هو أغير رجل عرفته الأرض. والله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن.